صباح الخير، عاملين ايه؟ النهارده بقى يوم الجمعة. يعتبر ما كنتش نمت، يعني كان دلوقتي الساعة 7. صحيت بقى قلت بقى ايه، اصحى. ما نمشي بقى خلاص عشان كنت عايزة انام، بس قلت لا خلاص عشان انا لو نمت مش هصحى على الظهر وكده واشوف الصلاة وكده. فرحت قلت لا انا مش هنام، انا هقوم امسح الشقة عشان كانت مضايقاني، كانت كلها بقى تراب وانا ما مسحتهاش بقالي كتير. فقلت لا همسحها بقى النهارده مسحة حلوة ونشوف بقى مع بعض عملت ايه. بص بقى، دخلت البلكونة كان فيها بقى شمس، كانت جميلة. هنا بقى الشمس كانت جميلة، بس البلكونة بقى بص كانت متبهدلة. طبعا جوزي جه ياكل العصفورة، وقع الاكل كله على الارض، بهدل لي الدنيا بقى. اللي يخش البلكونة يطلع بالاكل بتاع العصفورة على السجاد. بص بقى العصفورة دي يا عيني، كل ما نجيب حد معاها لا يطير، لما نعرفش هو راح فين. بصوا عيلي بقى كانوا قاعدين فين، كانوا بصوا تعبوني وبهدلوا نفسهم في المية، وانا بتضايق جدا عشان بيبردوا. بس ما كنتش عارفه اعمل منهم حاجه، اوديهم فين طيب؟ شلت بقى السجاد كله. وطبعا امبارح كان الخميس، بصوا بقى مطرح اللب والسوداني الدنيا كانت بصوا زي الزفت. فقلت كويس بقى ان انا شلت، ما كانش هينفع ان انا اروق كده. بصوا بقى انا كنت في الحمام، مليت الطبق وحطيت كده حاجه كده بالليمون، جبتها من عند بتاع الصابون. قال لي خديها هتعجبك قوي، بس بصراحه كانت جميله. انا بمسح كده من كتر الريحه كانت مناخيري وجعاني، يعني شاذه قوي، حلوه قوي جميله. بصوا بقى هنا دلقت ميه في البلكونه. قلت بقى ايه، السفل بتاع السيراميك ده مليان تراب ومش هينفع ان انا امسح كده، كان لازم ادلق بقى طبعا ميه وكده. وبرضه العيال ما سابونيش، بس خليتها بقى رجعت زي الفل. طبعا الحاجة انا بعملها ديت، طبعا انا مش كل يوم هعمل كده. ممكن اسبوع واسبوع، يعني اسبوع مثلا المع بس كده، واكنس كويس ومش عارفه ايه، والاسبوع مثلا التاني اشيل بقى كده واعمل، عشان التراب بيبقى خلاص بقى ان انا اصلا ساكنه في الشارع وعربيات، والدنيا بيبقى عندي وحشه قوي. يعني انا حتى لو انا مسحت برضو مفيش بعدها بشويه بتبقى معموله مليانه تراب، بالذات في البلكونه. يعني مفيش يوم كده يعدي اللي لازم تتلمع عشان بتبقى زي الزفت. طبعا انا بنشر غسيل، وببقى مثلا هعمل ساعات العيال بيخشوا يقعدوا فيها، فلازم تبقى ايديكي فيها على طول عشان خاطر ما تبقاش مليانه تراب. ولو البلكونه مليانه تراب كل تراب هيخش على الشقه والسجاد، فاحسن لي ان انا لازم امسحها. بصوا، انا عندي البلكونه يعني بصراحه اكتر حاجه حباها البلكونه، اني بحب كده اقف بيها بالليل لو معايا شويه لب بقى فيها. إيه مثلا في الصيف بقى بنقعد براحتنا، ممكن جوزي بقى يقعد يشرب شيشة انا بقف معاه، يعني بتبقى حلوة في كده. فانا فرحانة بالبلكونة يعني انا بصراحة كنت عايشة عند بابا مفيش بلكونة، فبصراحة ما كنتش حاسة بقيمتها. طبعا انا صبنت وشفتوا كنت عاملة ازاي. بصوا الاوضه طبعا غيرت الملايات وخليتها شكلها جميل، بس ما قفلتش الشبابيك عشان كل ده كنت لسه ما بخرتش، ان كان لسه بدري. قلت اخلص خالص بقى وابقى بخر في الاخر. بصوا بقى، خلصت بقى البخور وولعت عليه. عايزه بقى اقول لكم على حاجه، انا رحت جبت حاجه كانت عندي اسمها البان الدكر. يا لهوي لما بتيجي تحطيه كده في البخور، يا خراشي على الجمال. حطيه بس هو كده، وحطي معاه شويه قرفه. يا لهوي بيخلي ريحه الشقه كده فظيعه، تبقى جميله قوي. انا بقيت كل شويه اول ما احس ان الريحه بتروح احط تاني. بصوا كانت فظيعه. مسكت طبعا المبخره الجميله اللي بتاعتي ديت اللي انا بحبها. كنت جايباها ساعتها ب15 جنيه، بس كانت جميله بصراحه عجباني قوي. بخرت بقى اوضه ومسبتش اي حاجه لما بخرتها. وبصوا الشقه بقت كلها ريحتها تخش اي اوضه، يعني تلاقي الدنيا بخور. خلصت طبعا بخرت بقى، والدنيا بقت قاعده كده شبابيك مفتوحه. خلصت بخور، رحت قلت بقى خلاص بقى هقفل بقى الشبابيك عشان الدبان بقى يطلع ما يقعدليش بقى ايه في الشقه يعني اكتر من كده. بعد ما خلصت بقى، خلصت كل اللي ورايا، ولا راحوا صلوا مع باباهم، وانا قلت بس استفاد بقى بالشويه دول. روح بقى اعمل لي كوبايه شاي حلوه، ومعاها ايه؟ معاها الكيكه بتاعت امبارح. عرفتوا بقى انا ليه بحب يوم الجمعه؟
باصحى بقى بدري، باخلّص اللي ورايا، أنا هافضل طول النهار كده قاعدة مش ورايا حاجة، و وعندي أكلي والحمد لله. لو عجبك